السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الأبواب. عايزين بقى نعمل شوية تفريزات كده تسهل علينا وقفة المطبخ في رمضان. عايزين نعمل كده الخضار قبل ما يختفي من السوق، البسلة والقلقاس. وهنفرز الخضرة كده بطريقتين أحلى من بعض، وأقول لكم ازاي تقعد معاكم على رف كده في التلاجة لمدة 15 يوم وأكتر كمان. وهقول لكم ازاي نخرج الهوا كده من الاكياس بكل سهوله. ما شاء الله اللهم بارك، طريقه حلوه قوي يا بنات، لو جربتها مش هتندموا. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا على طول. هنبدا بقى كده نجيب خضره. انا جايبه الكميه دي كلها، جايباها ب10 جنيه. كميه كبيره ما شاء الله اللهم بارك. جبت بقى كزبره وجبت شبت. انا بحب الكزبره وبحب الشبت، مش بحب البقدونس. طبعا حابه تجيبي انت بقدونس هاتي براحتك تماما. قسمت بقى الخضرة كده على بولتين كده بالشكل ده. اللي انا حطيتها في البولة الكبيرة دي اللي انا هغسلها كده تحت الحنفية. حطيت بقى شوية كربونات وحطيت كده شوية من الخل. طبعا غسلتها كويس جدا تحت الحنفية، غسلتها كده 3 4 مرات في حاجة تكون واسعة. نزلت طبعا الطينة والتراب اللي فيها. وكنت اما بغسلها بقوم ماسكة كده اللي هي الرابطة نطرها كده كويس جدا عشان تنزل الماء اللي فيها. جبت بقى فوطة كده، هبدأ كده احط الخضرة بقى بالشكل ده. والفها كده واضغط عليها كده عشان عايزين ننشف كده المية اللي فيها. هحطها كده بقى بالشكل ده وابدأ ارصصها. هحط كده كل شوية كده واقوم برمى كده الفوطة بالشكل ده. بعد ما اخلصها بقى كده واحطها كلها في الفوطة، هسيبها بقى كده لمدة نص ساعة لحد ما تنشف. وبعد كده هجيبها برضو اشتغل فيها. دي كده الخضرة اللي هي الناشفة، انا ما غسلتهاش خالص. دي بسيبها كده ناشفة زي ما هي، ما بغسلهاش. هبدأ كده اقطعها اشيل اللي هي الربط دي. واشيل برضو لو في اي عروق بايظة او مصفرة كده. بنقعها كويس جدا وبقوم بقى مقطعه كده الحته اللي فوق دي. وابدا كده اخرطها. وجبت علبه برضو وحطيت فيها في ارضيتها مناديل. وهقطعها بقى كده طبعا صغيره على حسب التقطيعه اللي انت بتحبيها. وهقطع بقى كده بالشكل ده كله. طبعا الربط اللي انا بقطعها دي كزبره بس. انا هعملها طبقات، هعمل طبقات كزبره. وطبقه تانية هتكون شبت، والطبقه التالتة هتكون شبت على كزبره. هحط كده بقى معلقة في نص الخضرة. واقوم حاطة كده منديل برضو. وحطيت بقى قطعت الشبت كده وعملت برضو حطيت مناديل. كل طبقة بفصل بينها بمناديل عشان برضو تشرب اي بخار. ان هي برضو ما تعرقش معايا في الفريزر على رف التلاجة. وتبقى برضو مسودة معايا او تدبل او كده. الطريقة دي بتخليها ممكن تقعد معاكي 15 يوم او اكتر كمان. بتبقى حلوة اوي وبتبقى جميلة. دي الطريقة التانية بقى، دي الخضرة اللي انا غسلتها ونشفتها معاكم. قطعتها برضو كده بالشكل ده. طبعا عملتها مشكلة، ما عملتش كل حاجة لوحدها زي التانية. وهبدأ بقى كده ألفها كويس جدا في الأكياس. وهبرمها برضو كويس وأقوم مربطاها هوريها لكم برضو في آخر الفيديو. هعبيها كلها كده في أكياس. وبقوم برماه كده، برمى الكيس كويس، والمفروض ان انا كنت اربطها قدامكم دلوقتي. بس انا كنت نسيت وهرجع اربطها تاني برضو معاكم في اخر الفيديو. جبت بقى كده بسلة على جزر. طبعا كلنا عارفين طريقة تقطيع البسلة سهلة جدا ما فيهاش اي فكرة. بس اما نيجي نجيب البسلة لازم تجيب الحباية تبقى مليانة كده. ما شاء الله اللهم بارك، البسلة اللي قدامكم دول 2 كيلو. وعليهم كيلو الا ربع من الجزر. بصوا البسلة عشان انا جايباها حبايتها مليانة ما شاء الله، رمت معايا كمية حلوة. حطيت بقى كده مية سخنة ونزلت برضو بمعلقة من السكر. السكر ده يبقى مادة حفظ معايا برضو. وهبدأ اقلب كده البسلة كويس جدا في المية السخنة لمدة 5 دقايق. ولو في اي حاجة بايظة او كده انا طبعا برضو بشيلها. هسيبها كده 5 دقايق في المية السخنة وبعد كده هصفيها كويس جدا بالمصفى. واسيبها كده تتصفى برضو معايا لمدة 10 دقايق. وبعد كده برضو هقوم حطاها كده في الفوطة، هلفها برضو كده في الفوطة عشان ننشفها. الفكرة من الفوطة ان احنا بننشف الخضار كويس جدا جدا. وهركنها برضو لمدة ساعة كده او نص ساعة لحد ما تنشف معايا، لحد ما بحس ان هي نشفت. حطيتها بقى على صينية كده وهركنها برضو. واسيبها بقى كده ولما تنشف هبدأ اعبيها برضو في اكياس.
هخزن معاكم الولاس، هقول لكم برضو تشتروه على اساس ايه. الولاسيه لما تيجوا تشتروها يبقى لونها كده بنك من تحت، لان بتبقى بتستوي بسرعه ومش بتاخد وقت في السوا، وبيبقى طعمها حلو كده ومسكر في الاكل. بصوا لما اقشرها ما شاء الله اللهم بارك هتلاقوها لونها بينك كده وطريه، بتبقى طريه كده في الاكل وبتستوي بسرعه. ولما تيجوا تجيبوها برضو هاتوا الولاس يكون حجمها كبير، بلاش تجيبوا الصغير زي دي كده. بس انا ده بصراحه ما كنتش شارياه، ده كان جاي لي كده، يعني جارتي كانت بعتهولي كده هديه من عندها من الارض بتاعتهم. فانا بصراحه ما اشتريتهوش، فقلت مش مهم بقى هصور بيه وخلاص. بس انا لما باجي اشتريه بجيبه كبير عن كده، بيبقى كبير لان الولاس بترمي معايا كتير كميه كبيره، وبتبقى طبعا بتستوي كلها في وقت واحد. انا كده كده بالنسبه لي عدد اسرتي عدد صغير، فالولاس دي هتكفيني الطبخه الواحده. هبدأ اقطعه بقى كده بالشكل ده. انا بصراحة ما بحبش اغسل الولاس قبل ما بقطعه، انا بغسله بعد ما بقطعه. والناس اللي بتقول ان الفايدة بتاعته بتروح لما بيتغسل، لا طبعا ما بتروحش الفايدة في الولاسية نفسها، مش في المادة اللي هي مزلقة فيه من بره دي. لكن ان انا مغسلوش او احطه في الاكل يبقى بالمزلقة دي، لا طبعا مستحيل. فانا بصراحة قبل ما باجي اقطعه مش بغسله خالص، الغسيل بيكون بعد ما بقطعه كده مكعبات بالشكل ده. هقطع بقى معاكم واحدة كمان، ممكن برضو ان احنا نقطعها كده ترانشات ونبدأ نقطعها من القشر بتاعها. بس انا بالنسبة لي الولاس اللي كان معايا كان صغير، لكن لو القاس كبير انا بقطعه بالطريقة دي، بقوم مقطعاه كده ترانشات وابدأ اشيل القشر من عليه. هقطعه بقى كده بالشكل ده. بصوا الولاسيه لونها بينك كده من تحت ما شاء الله اللهم بارك، تعرفي ان الولاسيه دي هتستوي معاكي بسرعه. ببدا اقطعه كده شرايح، وبعد كده ابدا اعمله صوابع واعمله بقى مكعبات كده بالشكل ده. دي احلى طريقه للولاس، لكن لو غسلناه قبل ما نقطعه هيتعبنا جدا على ما نقطعه. ما شاء الله بصوا انا بقطعه كده بكل سهوله معاكم، ما خدش معايا وقت خالص. كده بقى البسله هي نشفت اهي ما شاء الله اللهم بارك، الخضار بتاعها حلو قوي. هبدأ كده احطها في اكياس وابدأ كده اطلع الهواء من الاكياس واربطه بالشكل ده كده. بقوم برمى الكيس لفاه كده واقوم لفاه كده واطلع الهواء كويس جدا، واقوم مربطاه بقى بالشكل ده كده من غير شليمو من غير اي حاجه، هنطلع الهوا كده. ممكن لو مش هتعرفي تطلعي الهوا كده وتبرميها وتعملها زي ما انا ما عملتها كده، هاتي شاليمو وشفطي كده الهوا وكده ببقك وقومي مربطاها بالشكل ده كده ما شاء الله اللهم بارك. هبدأ بقى كده اغسل الولاس، جبت كده ميه مغليه ونزلت كده على الولاس بالميه المغليه، هسيبها فيه لمده بالظبط 3 4 دقايق كده، واقوم واخده كده تحت الحنفيه. وطبعا لازم اغسله كويس جدا جدا تاني تحت الحنفيه، وانزل كده الميه عليه لحد ما يبرد. احنا مش عايزين ياخد درجه تسويه خالص، احنا يدوبك بس بننزل الماده من المزلقه اللي فيه دي. وهبدأ كده احطه بقى كده في الفوطه، وعصرت عليه برضو نص ليمونه. نص الليمونه دي اللي هتحافظ لي عليه ان هو ما يسودش معايا برضو في الفريزر، وهيفضل ابيض معاكي طول السنه ما شاء الله. الطريقه دي جميله قوي، انا بعمل بقى على طول. واحط كده بقى برضو والقيس هلفه برضو في الفوطه كده بالشكل ده، واسيبه لمده نص ساعه لحد برضو ما ينشف معايا تماما. وبعد كده اقوم معبيه برضو في اكياس، هعبيه كله كده بنفس الطريقة. طبعا احنا عندنا مش بنحبه بالسلق، لو انتوا بتحبوه بالسلق بقى اعملوه بالسلق، لكن انا بالنسبة لي بعمله بصلصة عادية جدا بتسبيكة عادية. هبدأ كده برضو اربط بقى الخضرة، بقوم برمكس كده كويس جدا جدا، بضغط عليه واطلع اي هوا كده بالشكل ده، واقوم ربطه. بصوا ما شاء الله مفيش هوا خالص في الكيس. طريقة الخضرة ان احنا اهم حاجة فيها ان احنا نطلع الهوا كده من الاكياس، لان الهوا ده هو اللي بيسود لنا كده الخضرة معانا او الخضار. ما شاء الله اللهم بارك كده بالشكل ده بقى. عملت كده البسلة معاكم وعملت الولاس وعملت الخضرة بتاع المحشي ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا عملت اكياس البسله كده بالشكل ده، لو انت حابه بقى تزودي عليها كوسه وتزودي برضو كده فاصوليا خضراء عشان تعملي برضو شوربه خضار ممكن تزودي. بس انا بصراحه في اليوم ده اكتفيت بالحاجات دي، وهرجع اخزن تاني برضو
كده بقى ما شاء الله اللهم بارك بالشكل القمر ده. خلصت وصفتي النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجابكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير، وتدعموني كده بكلمة حلوة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.